السلام عليكم. يلا بينا نعمل البطاطس بطريقة جميلة، بطريقة أمهاتنا بتاعت زمان. هنجيب معلقة زبدة أو سمنة مع معلقتين زيت ونحطهم في الطاسة أو في الحلة اللي هنستخدمها. هنجيب اللحمة بتاعتنا، أنا عاملة لحمة بوفتيك حسب اللحمة اللي انت بتعملوها، بس أنا بحب أديها صدمة الأول زي ما اتفقنا، علشان الصدمة دي بتخليها ما تكشش. لو انت حطيتيها على طول من غير ما تاخد الصدمة دي بتلم معاكي وبتكلكع معاكي. هنديها الصدمة بتاعتها وبعدين هنبتدي نكمل اللي احنا بنعمله كده. عشان الصدمة بتاعتها ما شاء الله اهي مفرودة معانا وجميلة، ولا لمت ولا حاجة خالص. تفضل معاكي مفرودة كده لحد ما تخلصي الاكل بتاعك، بدل ما تحطيها على طول في الصلصة او في الطماطم او في الحاجة اللي بتعمليها وتبصي تلاقيها لمت معاكي. دي احلى طريقة تعملي بيها اللحمة ايا تكون. كده احنا عطيناها الصدمة بتاعتها، نسيبها شوية كده تنزل ميتها. نكونوا محضرين البصل مقطعينه جوليان مقطعينه سترانش ونحطوه عليها تقليبه برضو معاها. عطينا له تقليبه معاها كده. ما شاء الله طريقته جميله جدا ريحتها جميله جدا. بعد ما هنديها كده التقليبه، مش عايزين البصل يعني ياخد لون، احنا عايزينه لسه زي ما هو، بس هو ياخد تقليبه، يشرب الصوص بتاع اللحمه اللي احنا نزل منها. بعد كده بنكون محضرين الطماطم ضربينها ومصفيينها ونحطها عليهم. نحط الملح والفلفل الاسود. هتقولي هنحط الملح في الاول، مفيش مشكله. اللحمه دي بفتيك ما بتاخدش يعني ممكن تستوي معاك حتى لو حطيتش الملح برضه. حطينا الملح والفلفل الاسود واديهم تقليبه، وبعد كده نبتدي نحضر الطماطم بتاعتنا. ما شاء الله ريحتهم جميله. حطينا الطماطم بتاعتنا اللي مجهزينها، معلقه صلصه، ونديها تقليبه ونسيب اللحمة تستوي. طبعا احنا لو حطينا البطاطس مع اللحمة في الاول البطاطس هتتهرى واللحمة لسه ما استوتش. كده احنا هنسيب هنحط نص راس توم، هنكون مقطعينها طرنشات ونحطها نية. انا بقى حطيت زيادة من عندي فلفل احمر لان انا بناكل حامي، احنا بناكل حامي. انتوا ده ممكن تستغنوا عنه، الفلفل الاحمر او الفلفل الحامي ده ممكن تستغنوا عنه خالص. او لو مفيش فلفل ممكن تحطي معلقة شطة لو بتاكلي حامي. كده اللحمة استوت معانا. حضرنا البطاطس بنقطعها بالطول، يعني الطرنش بتاعها يبقى صغير، ما بنقطعهاش بالعرض والطرنش الكبير. ليه؟ عشان ما تتكسرش مننا، لان احنا مش عاملينها صينيه، احنا لسه بنقلب فيها وممكن تتكسر مننا، فعشان كده عملناها الطرنش الصغير مش الطرنش الكبير. كده البطاطس كمان استوت معانا اهي، سيبناها شويه. البطاطس استوت معانا ما شاء الله. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا ونفضيها فيها. ما شاء الله ريحتها ولا اروع من كده، ريحتها جميله جدا. هندخلها الفرن تاخد وش كده، طلعت من الفرن اهيت. ما شاء الله ريحتها وطعمها حاجه تجنن، حاجه جميله بتاعتنا بتاعت زمان، زي ما كنا بنعملها، لا بهارات ولا اي حاجه، هو الملح والفلفل الاسود بس. ما شاء الله واللحمه استوت والبطاطس استوت جميله. ربنا يحسن ما بين ايديكم، اعملوها. واللي ما عملش اشتراك للقناه يعملها عشان يجيله كل جديد.